انا بعمل رجيم وبلعب رياضه وبتعب نفسي قوي، ومهما خسيت الحته اللي مضايقاني برضو ما بتخسش. ايوه، لان الحته اللي مضايقاك دي الدهون اللي فيها نوعيه الدهون السطحيه. طيب الداخليه حضرتك قلتي بالدايت وبالرياضه. وبالرياضه. اوكي، يعني بنوع اكل معين نمتنع عنه؟ الانظمه الغذائيه، يعني انظمه الرجيم اللي هي ممكن تبقى قاسيه شويه او كده، ممكن تنزلي الدهون اللي هي بتدي وزن على الميزان. تمام. اما الدهون السطحيه دي لازم تدخل خارجي. اوكي. دلوقتي بقى سهل قوي انها تخس، على فكره سهل جدا، لانه البروسيديورز بقت كتير، والتقدم يعني الطبي في المجال ده بقى جامد قوي. في حاجات بالاجهزه وفي حاجات بالحقن. خلينا نتكلم مثلا الاجهزه، خلينا نقول ان هي بتنشط الدوره الدمويه، وعن طريقها بتنشط الدوره الليمفاويه، فبتخلي الدهون دي تنزل في الليمفاتيك سيستم، توصل للدوره الدمويه وتنزل مع البول. ده سيستم الجهاز، حاجه بتمشي على جسمك من بره، بتسيح الدهون، بتنزلها الترا ساوند وات ايفر. اما الحقن خلينا نقول ان هو مفعوله اقوى شويه طبعا، لان انا بدخل ماده اوريدي بتسيح الدهون دي تحت الجلد. يعني احنا بندخل في الموضعي ده، بندخل في المنطقه اللي محتاجه انها الدهون تنزل منها دايركت على طول. بتبقى منطقه كبيره مثلا زي الكتف، بتفضل تحقنه كل حته زي البطن؟ بيبقى فيه زي مالتي انجكتور، زي كف صغنن كده بيركب فيه السنون، وبتبقى سنون صغيره. الحقن ده كله سطحي يا فندم، ملوش علاقه بالجسم، ملناش دعوه بالجسم من جوه، احنا بنحقن مواد تحت الجلد. مجرد ان هي تسيح طبقه الدهون اللي موجوده تحت الجلد، تخلي الخلايا الدهنيه اللي موجوده دي تبقى شرانكن، يعني تكرمش. احيانا بيكون ده مفعوله اقوى او افضل من بعض الجراحات اللي هي فيها شفط او كده، انك تشيليها. يعني احيانا انك تحقني الخليه الدهنيه في بعض الاجسام طبعا وليس الكل، اما تحقني الخليه الدهنيه هي بتكش، بتتصفى منها الدهون، فبتكش، في حجمها بيصغر، بس ستيل هي موجوده في الجسم.